مبدئيا وقبل اي حاجه سؤال، هل تفتخر ان محمد الشناوي يبقى عمك؟ انا عن نفسي افتخر وبشده. يعني انا اسف والله العظيم، انا كان قصدي على احمد الشناوي والله، مش قصدي عليك خالص يا محمد يا شناوي، والله مش قصدي عليك خالص. يعني والله العظيم تحياتي، والله العظيم اقف لك تعظيم سلام من هنا لغايه لما نرجع القاهره، لغايه ما البطوله تخلص. محمد الشناوي انا بالنسبه لي هو مان اوف ذا ماتش، هو اللي جاب الفوز لمصر، هو اللي جاب الفوز. يعني والله العظيم انا بتاسف لك بالنيابه عن الشعب المصري كله، عن اي حد بس جاب اسمك، يعني ثانيه لو جاب اسمك ثانيه بس. المنتخب المصري بيفوز على جنوب افريقيا بعد 27 سنه، بقالنا 27 سنه ما كسبناش جنوب افريقيا في تاني مباريات دور المجموعات، وبكده رسميا خلاص منتخب مصر صعد من دور المجموعات باذن الله. يعني خلاص بقى الاداء ده، وايه الرجوله دي، وايه يا جدعان الروح القتاليه دي، والله العظيم الواحد كان قاعد، هو ده بقى منتخب مصر، هي دي لعيبه منتخب مصر، هو ده منتخب مصر اللي صوتنا يعني يروح من التشجيع والخوف. لعيبه كلها بلا استثناء في ارض الملعب، رجاله بلا استثناء واحد، اول الشناوي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، مروان عطيه، امام عاشور، محمد صلاح، طبعا مرموش اللي خرج في بدايه الشوط الاول تغيير غريب بالنسبه لي، اللي عندي بس عليهم تعليقات بسيطه، تريزيجيه محتاج يفوق شويه، محمد حمدي محتاج يفوق شويه، انتوا لعيبه كبيره وعندكم احسن من كده. كل اللعيبه بلا استثناء عملوا ماتش النهارده، ماتش قتالي، كانوا بيقاتلوا على الكوره، والله العظيم بجد كل الفخر وكل الدعم ليكم. ايوه كده، ايوه كده، منين ما هنلاقي اداء، منين ما هنلاقي روح ورجوله، هتلاقونا دايما وراكم ودايما بنستناكم. كان وحشنا الاداء ده، وحشنا الرجوله ديت عن منتخب مصر، كانت غايبه بقالها كتير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وزي ما قلت لك في بدايه الفيديو، هل تفتخر ان محمد الشناوي يبقى عمك؟